السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أحبائي الصغار؟ أنا اشتقت لكم كثيرا. معنا اليوم درس جديد من دروسنا في كتاب العلوم مع أكاديمية كوانتم التعليمية، وعنوان درسنا لليوم ألعب وأتحرك. جميعنا نحب اللعب والحركة والقفز والركض وراء الفراشات التي تتنقل من زهرة إلى زهرة. اليوم سنتعرف إلى مفهومين، مفهوم الموقع ومفهوم السرعة. هيا بنا لنبدأ. أشاهد هنا فتاة تحاول اصطياد بعض الفراشات. إنها حديقة مليئة بالفراشات والزهور. الفراشات تتنقل من زهرة إلى زهرة، والطفلة تركض وراء الفراشات حتى تستطيع الإمساك بها. هنا ألاحظ أن الفراشات تتحرك. عندما تتحرك الفراشة يعني يتغير موقعها يعني مثلا البنت واقفة هون والفراشة هون، تغيرت هاي الفراشة من هذا المكان لهذا المكان. هذا بسميه موقع، يعني هو بعده عن شيء آخر، مثلا عن البنت، مثلا عن الفراشة البنفسجية، مثلا عن الفراشة الزرقاء، هي موقعها هون. إذا تغير موقعها من مكان لمكان، مثلا راحت على الزهرة البنفسجية، بقول غيرت موقعها يعني هو مكان ما هي موجودة، يعني بعد عن الأماكن التانية. هو وين؟ هذا بنسميه موقع. وأيضا بلاحظ أنه هي ممكن تتحرك. في عنا أشياء ممكن تتحرك بشكل مستقيم للأمام، مثلا مثل السيارة، أو بشكل مستقيم للخلف كمان مثل السيارة وقت اللي بترجع لورا. في عنا أشياء ممكن تمشي بشكل دائري مثل الكواكب حول الشمس، أو أي شيء تاني بيحسن بدور. مثلا أنواع الحركة بيحسن، مثلا من أنواع الحركة كمان نحسن نمشي بشكل متعرج على خط متعرج، نروح ونجي نروح ونجي نروح ونجي. هي أشكال الحركة، إما تكون لقدام أو لوراء أو بشكل دائري أو بشكل متعرج. والموقع هو مكان يلي منكون نحن فيه على حسب بعدنا عن الأشياء يلي حوالينا، هذا بنسميه موقع. عندما تتحرك الأشياء فإن مواقعها تتغير، يعني مثل الفراشة وقت اللي كانت عم تروح من زهرة لزهرة، على كل زهرة بتوقف عليها هون بقول موقع الفراشة تغير. موقع الفراشة صار على الزهرة البنفسجية، موقع الفراشة صار على الزهرة الحمراء. معناتها لما بتتحرك الأشياء فموقعها بيتغير. إيش هو الموقع؟ الموقع هو مكان وجود الجسم. الجسم هون عنا هو الفراشة، موقعها هو مكان وجودها، يعني مكان وجود الفراشة. إذا بدنا نحفظ عندما تتحرك الأشياء فإن مواقعها تتغير. شيء طبيعي إنه موقعه يتغير. ما معقول أقول أنا أحمد راح على المدرسة، طيب وين موقعه؟ أقول إنه موقعه بالبيت. لا، أحمد تحرك راح من البيت للمدرسة، معناتها وين صار موقعه؟ صار موقعه بالمدرسة. طيب شلون عرفت موقعه؟ هو مكان وجود الجسم، مكان وجود أحمد وين؟ بسميه موقع، يعني مثلا هلأ هو المدرسة. لاحظ، هل هناك طرق أخرى للحركة؟ انظر إلى الصورة الآتية واستنتج طريق الحركة من خلال وصل مواقع حركة السيارة الحمراء ثم وصل مواقع حركة السيارة الزرقاء. في عنا هون هاي السيارات الحمراء وهاي السيارات الزرقاء. رح نوصل مسار تحرك السيارة الحمراء من 1 ل2 ل3 ل4. بنلاحظ انه مسار حركة السيارة الحمراء مستقيم. معناتها في عنا شكل من اشكال الحركة بيكون مستقيم، يعني من الخلف الى الامام. اما السيارة الزرقاء من 1 ل2، من 2 ل3، من 3 ل4، بنلاحظ انه صار عنا مسار متعرج. هذا المسار المتعرج كمان نوع من أنواع المسارات. فهي السيارة مرة عم تمشي هون، مرة هون، مرة هون، مرة هون، فكأنه عم ترسم خط متعرج وبتمشي عليه. إذا تتحرك الأشياء في خط مستقيم إلى الأمام أو إلى الخلف. إما بتمشي السيارة لقدام بشكل مستقيم أو إلى الخلف بشكل مستقيم، أو السيارة ممكن تلف بشكل دائري. كما تتحرك الأشياء في خط متعرج مثل هاي السيارة الزرقاء، قلت لي عم تمشي مرة هون مرة هون، صار عنا خط متعرج. أتواصل شفويا. تنطلق سيارة وعربة يجرها حصان معا في الوقت نفسه، يعني بنتخيل كأنه في سباق بين سيارة وبين عربة يجرها حصان.
وقفوا من مكان واحد وانطلقوا ومن المكان ذاته، فتصل السيارة إلى المدينة بعد نصف ساعة، بينما تصل العربة إلى المدينة بعد 3 ساعات. يعني السيارة وصلت بعد نص ساعة من الانطلاق، أما العربة اللي يجرها حصان وصلت إلى المدينة بعد 3 ساعات. أيهما أسرع، السيارة أم العربة؟ أكيد السيارة، لأن السيارة ما استغرقت وقت، بنص ساعة صارت بقلب المدينة. هذا يعني أن تتحرك الأجسام بسرعات مختلفة، مو كل شي عنا يا بيمشي بنفس السرعة. بعض الأجسام تتحرك بسرعة كبيرة مثل السيارة. طيب إذا عملنا سباق بين السيارة والطيارة، مين بيسبق؟ مين بيسبق على المدينة بالأول، المدينة مثلا اللي بدنا نروح عليها؟ الطيارة طبعا، لأن الطيارة أسرع. إذا عملنا سباق مثلا بين البسكليت والموتور، مين بيسبق؟ أكيد الموتور، لأنه هو أسرع. فعنا الأجسام تتحرك بسرعات مختلفة، مو كل الأجسام تتحرك بنفس السرعة. وبعض الأجسام تتحرك بسرعة كبيرة، بعضها بتمشي ما شاء الله بسرعة، وبعضها تتحرك ببطء. إذا تعلمت الموقع هو مكان وجود جسم بالنسبة إلى جسم آخر. مكان الوجود هو اسم الموقع. تتحرك الأشياء وتغير مواقعها. كيف الإنسان بغير موقعه؟ بالحركة، إن كان شيء ولا إن كان إنسان. تتحرك الأشياء إما في خط مستقيم أو بشكل دائري أو بشكل متعرج، وقلنا أنه الخط المستقيم اللي تتحرك فيه الأشياء إما يكون مستقيم للأمام أو مستقيم للخلف، يعني بيرجع رجوع. تتحرك الأجسام بسرعات مختلفة، وتعلمنا أنه في بعض الأجسام تتحرك بسرعة كبيرة وبعضها تتحرك ببطء. إذا هذا هو درسنا، إنه بسيط وسهل جدا. أختبر نفسي، أضع كلمة أكثر أو أقل في الفراغ المناسب. يتحرك الصاروخ بسرعة فراغ من سرعة الطائرة. يعني مين أسرع، الصاروخ ولا الطائرة؟ هلأ الطائرة سريعة، صح، الطائرة سريعة، بس الصاروخ أسرع بكتير. فبقول يتحرك الصاروخ بسرعة أكثر من سرعة الطائرة. هون في عندي هذا القطار السريع وعندي السيارة، فعنا يتحرك القطار بسرعة فراغ من سرعة السيارة. مين أسرع يا حذركن؟ أحسنتم، القطار أسرع بكتير، فبقول يتحرك القطار بسرعة أكثر من السيارة. هلأ عنا هون سلحفاة وحصان، فبقول تتحرك السلحفاة بسرعة فراغ من الحصان. هلأ السلحفاة أبطأ ولا أسرع من الحصان؟ أحسنتم، أبطأ. السلحفاة بطيئة كتير، تتحرك ببطء شديد. إذا أقول تتحرك السلحفاة بسرعة أقل من سرعة الحصان. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا. شكرا لكم على حسن المتابعة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.